المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها: وزارة الصحة تصدر التوجيه الثالث بخصوص فيروس كورونا. الخدمات الاجتماعية في أوملي تحدث تغييرا في حياة المواطنين. لقاء لمناقشة أنشطة الشرطة الأهلية في الإقليم الأوسط. بومبيو يصل إلى كابول في أول زيارة بعد محادثات سلام مع طالبان. و23 قتيلا بأعمال شغب في العاصمة الكولومبية بوغوتا. تغليص دورية مشتركة مع تركيا في إدلب بسوريا. أهلا بكم مشاهدينا. أوضحت وسائل الإعلام المحلية بأن مواطنا إريتريا مقيما في النرويج مصاب بفيروس كورونا دخل إلى البلاد في 21 من مارس، وتجري له العناية والمتابعة اللازمة، فيما يجري تحجير صحي للقادمين معه. وتدعو وزارة الصحة المواطنين والأجانب المقيمين في إريتريا لتوخي الحذر من أجل سلامتهم وسلامة الوطنية، وتطبيق التوجيهات الحكومية وتنفيذها جيدا، علاوة على التوجيهات والمعلومات السابقة. تعلن هذه التوجيهات والمعلومات الآنية: أولا، يجب على كافة الأشخاص الحد من التنقل في المدن والقرى، فضلا عن إلقاء السفريات المحلية إلا للضرورة والحالات الطارئة. كما يجب على الجميع إلقاء التنقل عبر الباصات والمواصلات وسيارات الأجرة إلا عند الضرورة. ثانيا، تم إلغاء كافة الاجتماعات التي يشارك فيها أكثر من 10 أشخاص، وكذلك الأنشطة الرياضية والثقافية. كما تم إغلاق دور السينما والملاهي حتى إصدار توجيهات أخرى، وينبغي تباعد المسافة بين الأشخاص في المحلات التجارية الأخرى. ثالثا، يمنع منعا باتا تجمع أكثر من 10 أشخاص في المناسبات الاجتماعية، الأعراس والأحزان والدفن والسماية والحوليات. رابعا، يجب على المؤمنين، وكما يتم توضيحه عن طريق رجال الدين، أداء الصلوات في منازلهم. خامسا، يجب على الإريتريين المقيمين في المهجر القيام بكافة التحذيرات من أجل سلامتهم وسلامة ذويهم وجالياتهم، وإلقاء السفر إلى وطنهم. سادسا، ستتخذ خطوات قانونية صارمة على المؤسسات والتجار الذين يرفعون الأسعار ويتلاعبون بالأسواق، مستغلين توخي الحظر الجاري من أجل صحة وسلامة الشعب والوطن. سابعا، تعلن وزارة الصحة بأنها سوف تصدر توجيهات ومعلومات إضافية حول فيروس كورونا ومتابعة تطورات هذا الفيروس عن قرب. وزارة الصحة 23 من مارس 2020. بدأ مشروع مياه الشرب النقية المشيد في مدينة نافا في 21 من مارس تقديم خدماته. وفي مراسيم التدشين التي حضرها حاكم إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرت أبرهة والعميد تخلي لبسو، ألقى مدير مديرية نافا السيد يعقوب إدريس كلمة ذكر فيها أهمية المشروع في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والصحية للمواطنين، مناشدا المواطنين للاستفادة الجيدة من المشروع وحمايته كما ينبغي من أجل تقديم خدمات لفترة أطول. وشكر السيد يعقوب الجهات التي ساهمت بفعالية في تنفيذ المشروع ودور سكان مدينة نافا. وأشار سكان مدينة نافا إلى معاناتهم من مشكلة مياه الشرب النقية مع انخفاض المياه الجوفية والمالحة، مؤكدين جاهزيتهم للقيام بكل ما يطلب منهم، مدركين أهمية المشروع في حل تلك المشاكل. في غضون ذلك، تبرع موظفو مختلف المؤسسات في مديرية نافا بمناسبة إحياء الذكرى 43 لتحرير مدينة نافا، تبرعوا ب66 ألف نافا ل11 من أسر الشهداء المحتاجة. وفي مراسيم التسليم والتسلم التي حضرتها وزيرة العمل والرعاية الاجتماعية السيدة لؤول قبرآب، أشاد مدير مديرية نافا السيد يعقوب إدريس بالمبادرة التي اتخذها العمال. ذكر سكان منطقة أوملي في مديرية فورو بأن الخدمات الاجتماعية المشيدة حديثا ظلت تحدث تغييرا ملحوظا في حياتهم المعيشية وتطور بيئتهم، وأشاروا إلى تشييد طرق تربطهم بالمناطق المجاورة ومؤسسات تعليمية وصحية ومشاريع مياه الشرب الصالحة للشرب وتقديم خدمات المواصلات، مما حقق تطورا ملموسا في صحتهم وتعليم أبنائهم. من جهتها، أوضح مسؤول الخدمات الاجتماعية في مديرية فورو السيد رزقين مريم بناء مدارس ابتدائية جديدة في مناطق عمر قابر ودنانلو وأومالي، وعيادة في منطقة أومالي، وصيانة وتوسيع
توسعة طريق دمحينا فورو، فضلا عن تشييد خزانات مياه في مناطق جيجارو ودنانلو وأوملي لتأمين مسألة المياه الصالحة للشرب. وتقع منطقة أوملي على بعد 63 كيلومترا من جهة الشمال الشرقي لبلدة فورو. شهدت العاصمة أسمرة في 22 من مارس الجاري لقاء لمناقشة الشرطة الأهلية في الإقليم الأوسط. وأوضح قائد شرطة الإقليم الأوسط العقيد بين إسحاق أنشطة وأهداف الشرطة وشرطة المرور ودور الشرطة الأهلية، مقدما سجلا بالجرائم والمخالفات المسجلة في شرطة الإقليم خلال 3 أشهر مضت مقارنة بالأشهر الثلاثة المماثلة للعام الماضي. وذكر العقيد بينه دور الأنشطة التي تسيرها الشرطة الأهلية بالتنسيق مع الشرطة في ضمان الأمن وإرساء السلام، داعيا لتعزيز الوقاية والكشف على ظاهرة المخالفات والجرائم. بدورهم ناشد المشاركون بتمتين وتوسيع العلاقة العملية بين الشرطة الأهلية ومراكز الشرطة لمزيد من العمل الفعال. وشارك في المناسبة قادة مراكز الشرطة في الإقليم. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى العاصمة الأفغانية كابول، فيما يتخبط هذا البلد في أزمة سياسية داخلية وسط ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد. ومن المقرر أن يلتقي بومبيو بالرئيس الأفغاني أشرف غني وخصمه عبد الله الذي أعلن أيضا فوزه في الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل والتي أجريت العام الماضي. وتأتي الزيارة قضاء أول جلسة محادثات بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان حول تبادل الأسرى والسجناء، وهي خطوة رئيسية في مسعى أوسع لإحلال السلام إثر اتفاق وقعت واشنطن مع المتمردين الشهر الماضي. وقرر المبعوث الأمريكي وكبير المفاوضين مع حركة طالبان زلماي خليل زادة الأحد قائلا: من الملح التوصل سريعا إلى خطة لتبادل الأسرى والسجناء، كما ينص الاتفاق بين الأمريكيين وحركة طالبان مع ما يحمله انتشار فيروس كورونا المستجد من تعقيدات. قتل 23 سجينا وجرح 90 في أعمال شغب وقعت داخل سجن مكتظ في العاصمة الكولومبية بوغوتا، وفق ما أعلنت وزيرة العدل مارغريتا كابيو. وقالت كابيو إن أعمال الشغب نجمت عن محاولة للفرار ليلا من سجن لا موديل، في وقت كانت بوغوتا تشهد إقلاقا تاما على خلفية انتشار فيروس كورونا الجديد. وأوضحت في بيان أنه تم تسجيل أعمال شغب في عدد من المراكز الإصلاحية في البلاد، وأضافت أن محاولة الفرار من سجن موديلو أسفرت عن مقتل 23 سجينا. ويعتبر لا موديلو ثاني أكبر سجن بعد لا بيكوتا التي اندلعت فيه كذلك احتجاجات. وطبقا لكابيو جرح 83 سجينا و7 حراس في الفوضى داخل لا موديلو، حيث نقل حوالي نصف النزلاء إلى المستشفى بينما حالة حارسين حرجة. وأشارت إلى عدم وجود أي حالات فرار. وأكد رئيس سلطات السجون في كولومبيا الجنرال نوبرتو موخيكا أن قواته سيطرت بالكامل على السجن. قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن روسيا وتركيا اضطرتا إلى تغليظ دورياتهما المشتركة الثانية في منطقة إدلب السورية بسبب مخاوف أمنية. وكان من المقرر أن تغطي الدورية الطريق السريع M4 والذي يربط مدينتي حلب واللاذقية، وجرى تغليظ دوريتهما المشتركة الأولى في وقت سابق هذا الشهر بسبب ما وصفته موسكو باستفزازات المسلحين. وتحاول روسيا وتركيا تثبيت اتفاق لوقف إطلاق النار في المنطقة. سجل تحسن لافت في جودة الهواء في البلدان التي تشهد شللا شبه كامل للأنشطة الاقتصادية بسبب فيروس كورونا الجديد بفعل تراجع مستويات التلوث الجوئي، لكن لا يزال من المبكر التكهن بآثار هذا الوضع على المدى الطويل. وقد أظهرت صور التقطتها الأقمار الصناعية التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا الشهر الماضي تراجعا كبيرا في مستوى تركيز ثاني أكسيد النيتروجين الناجمي بشكل رئيسي عن المركبات ومراكز إنتاج الطاقة الحرارية في مدينة ووهان الصينية منشأ وباء كورونا الجديد. وبعدما كانت خريطة التلوث في المنطقة باللونين الأحمر والبرتقالي انتقلت إلى الأزرق بفعل تقلص مستويات التلوث. وسجلت وكالة الفضاء الأوروبية الظاهرة عينها مطلع الشهر الجاري في شمال إيطاليا التي يقبع سكانها في الحجر الصحي
منذ أسابيع لتطويق انتشار الفيروس. كذلك لوحظ الوضع نفسه في مدريد وبرشلونة، حيث فرضت تدابير الحجر على السكان منذ منتصف مارس وفق الوكالة الأوروبية للبيئة. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.